ولهذا في القحط الذي يصيب العباد وقلة الأمطار وجفاف الأرض وتضرر الماشية وتضرر الزروع يدعى العباد إلى التوبة والاستغفار والإكثار من الاستغفار من الذنوب. فهذا الاستغفار جلاب للنعم والخيرات. إذا استغفر العباد من ذنوبهم وتابوا إلى ربهم هذا جلاب للخير. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. هذا أيضا شاهد لما ذكره ابن القيم رحمه الله. نعم.